طبعًا كُلّه النهارده عمّال يتكلّم على غلا البنزين وغلا الدهب والسلع الغذائية والعلف والكلام ده كُلّه. الغريب في الموضوع إن أنت لمّا تيجي يعني إيه يا جدعان سبب الغلا ده؟ يقول لك أصل الحرب، شايف حرب إيران وإسرائيل وأمريكا ودول الخليج وكده. طيب تمام ماشي، بس الغريب بقى واللي أنا نِفْسي بجد حد يفهّمه لي، أنا اللي أنا أعرفه إن لمّا تكون دولة النهارده في حرب هي بتتأثّر اقتصاديًا، ولمّا يكون في دولة ما لهاش علاقة بالموضوع خالص، فالدنيا عندها حتى لو اتأثّرت تأثّر يعني تأثير بسيط. طيب مصر النهارده إيه علاقتها بالحرب دي؟ ما فيش، يعني هي ما لهاش لا ناقة ولا جمل في الموضوع. والأدهى إن أنت تيجي تبُص على الدول اللي هي سواء بتضرب أو بتتضرب، تلاقي الوضع الاقتصادي فيها شبه مستقر، وأنت مش من بعد كام يوم، ده أنت من أول لحظة يعني قامت فيها الحرب أو اتضرب فيها صاروخ، هوب الدنيا عندك بدأت اقتصاديًا الموازين بتاعتها تتقلب. فطَب إيه السبب؟ يعني أنا مش قادر أفهم والله بجد، إيه علاقة مصر باللي حاصل دهوّة إن اقتصادها هو اللي بينهار؟ يعني لمّا أنا ألاقي أساسًا الدول اللي هي بتضرب أو بتتضرب العملات بتاعتها قصاد الجنيه، ده الجنيه راح في داهية. فيعني اقتصادك أنت كمصر هو اللي عمّال يُقع. طب حد بجد يعني حد بس يفهّمنا كده، إيه السبب؟ مش أكتر من كده. ليه أنت النهارده كمصر عمّال اقتصاديًا بتُقع وبتنهار، وأنت أصلًا بعيد كل البُعد تمامًا عن الحرب اللي حاصلة دي؟ يعني أنت لا أنت بتحارب ولا أنت بتضرب ولا بتتضرب ولا حتى بتساعد ولا بتعمل أي حاجة في حياتك، أنت بس بتتأثّر اقتصاديًا، بس مش أكتر من كده. إيه السبب؟ مش فاهم. طب وهنفضل يعني هنفضل كده لحد إمتى؟ أنت النهارده يعني الأوضاع اللي حاصلة دي خلّت الناس تلجأ للي هو بيدوّر على الدخل أو الفلوس بشكل سريع. حتى الحرام نفسه يعني والله أنا مش عارف أقول إيه والله، حتى الحرام نفسه مش مكفّي. يعني حتى أمّا تيجي تجيب ناس مثلًا ماشية في الحرام، بتاكل في أي حاجة بقى يعني مخالفة للدين وللقانون وكُلّه، يقول لك والله برضه ما الدنيا مش ضابطة معانا. فأنا مش عارف يعني الدنيا رايحة بينا على فين، أنا والله بجد ما فاهم. وهل أنت النهارده كل حاجة خلاص بقت أنت المصري ما بتعملش حاجة؟ ما بتصنّعش، ما بتزرعش، ما يعني أنا مش قادر أفهم حتى الدولة نفسها، هل هي مش مستوعبة إن أنت النهارده طول ما أنت عايش في حالة اللامبالاة دي، أنت بتدمّر دولة كاملة وشعبها؟ يا جماعة أنتوا البلد دي عاشت على مدار آلاف السنين، كان في مش دول قارات عايشة على خيرها. دلوقتي إحنا مش قادرين حتى إن إحنا حتى نأكّل نفسنا. فمنتظرين إيه تاني طيب؟ إيه المشكلة اللي عندنا؟ هل ما عندناش موارد طبيعية؟ هل ما عندناش إيد عاملة؟ هل ما عندناش عقول؟ يعني ربنا أنعم عليها بالذكاء إنها تعرف تعمل حاجة. شوف كام مصري متغرّب برّه بيعمل إيه، والناس يعني نهضت بشركات وبدول كلّهم في الآخر كانوا مصريين. نيجي إحنا عندنا هنا جوّه بلدنا والدنيا على الله حكايتها خربانة. والله يعني ربنا يعافينا ويعدّي اللي جاي على خير.